السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كيمتشي. معانا الخس الصيني ده، طبعا مش هنلاقيه في اي مكان وبيطلع اننا عبال ما نجيبه، بس فادكم خلوا بالكم عشان بيكون فيه طينة كتير، او على حسب المكان اللي انتوا بتشتروه منه. لو فريش بيبقى فيه طينة زي ما انا ما جبته كده، فخلوا بالكم انتوا بتغسلوه. هو طبعا بياخد وقت كتير في الغسيل. طبعا ما ننساش البصل، مفيش كيمتشي بيتعمل من غير بصل. ننضفهم كويس جدا ونبدأ في التحضير. احلى وقت تعملوا فيه الكيمتشي او اي حاجة بتتخمر وتتخلل في الشتاء. كيمتشي يتعمل في الشتاء، دانجو يتعمل في الشتاء. ممكن برضه الناس اللي بتحب تعمل الكوجوجانج في البيت، احسن وقت يتعمل في الشتاء. حاجة بتاخد وقتها جدا في التحضير وفي التخمير، وبيبقى ليها طعم كده لطيف جدا ولذيذ عن اي وقت تاني. هنا بعد ما نضفنا كل حاجة وشطفناها، بنجيب طبق كبير بنحط فيه مية وملح. هنا بنكتر الملح شوية عشان ينزل السوائل اللي في الكرنب الصيني او الخس الصيني. الخس ده بالذات بيكون في كمية مية كتيرة جدا، مهما حاولتوا ان انتوا تقولوا خلاص ان هو نزل ميته بتلاقوا فيه برضو مية. عشان كده بننقعه على قد ما نقدر في مية وملح او في ملح بس لأطول فترة ممكنة. هنا نقعناه وبنبدأ نقطع الخضار اللي بيتحط معاه. هنقطع جزر، وكنا لسه محضرين البصل اللي بيتحط معاه، وهنعمل الصوص. لصوص الكيمتشي هنحط بصل وفلفل وثوم وشيلي فليكس، بابريكا وملح وصوص السمك. هنا ممكن نستبدل الشيلي فليكس والبابريكا ان احنا نحط كوتشوكارو، او اللي ما عندوش كوتشوكارو ان هي غالية وكتير مننا مش بيعرف يجيبها، فممكن نستبدلها بدول. عشان نعمل المعجون ده رز لزج مع ميه، ونحطهم على النار بنقلبهم لحد ما بيتخن، ونحط عليه الصوص اللي احنا ضربناه في الخلاط. بنقلبهم كويس مع بعض لحد ما يتقلوا ويتجانسوا مع بعض. نقلبهم كويس، وبعد كده بنضيف عليهم الخضار والخس والحاجه اللي احنا قطعناها. طبعا هنا هستخدم جلافز عشان الشطه ما تولعش صوابعي. اقدر اتحرك براحتي واقلب زي ما انا عايزه. هنا قلبنا الجزر في الصوص، وهنبدأ نتبل الخس ورقة ورقة وبنستخدمها. هنا بندهن صينية رقاق وبنحط السمنة وعلى راق بنحط الصوص في كل راق من الخس عشان يدخل جواه ويشربه كويس جدا. هنا حسيت ان التتبيلة كانت قليلة شوية، فعملنا كمية زيادة وحطت عليها. هنقلبها كويس ونكمل بقية الخس والبصل. اتمنى لو وصلتوا للفيديو لحد هنا تعملوا لايك سبسكرايب وتتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد. اللفظ كان عمال يتزحلق وكل شويه ارفع فيه ويقع، ارفع ويقع. كده خلصنا الخس. هنلف كويس فيه، وبعد كده هنقطع البصل واحده واحده ونحطه. صوت البصل وهو بيتقطع كده روعه، اسمعوا. نقلبهم بقى ولف يسير البصل في التتبيله، وما تقوليش الف هنا وشفا. نلم بقى الكركبه دي ونحطه في علبه الحفظ بتاعته عشان يدخل التلاجة. نقدر ناكل الكيميتشي اول ما نبقى نعمله، او ممكن بعد يومين يكون شرب التتبيله جدا واستوى يعتبر. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وانيو.